عسلامة، مرحبا بكم مع أمولة. فيديو متاعنا لليوم الحقيقة طلبتوه برشا مرات، هوكا سهلة القدرة باش نعملوا مع بعضنا عجين مورق من غير زبدة ومن غير زبدة التوريق ومن غير أباري من غير حتى شي. طريقة سهلة برشا تستعملوها للمالح ولا للحلو. شاركت معاكم زوز وصفات باش نعطيكم فكرة. خذيت السلادية متاعي، خذيت هوني كاس زيت وهوني كاس ماء دافي. باش نضيف بطبيعة الحال هوني رشة ملح، مغرفة صغيرة سكر مش كبيرة، معناها مغرفة هكا كيما قاعدين تشوفوا في الفيديو. وهوني نص مغرفة صغيرة خميرة متاع الحلويات، أقل حتى من نص متاع المغرفة. خلطهم الكل بالباهي بالباهي. بالنسبة للماء يلزم يكون ماء دافي بطبيعة الحال، مهم برشا. نخلط المكونات متاعي الكل ونقعد نضيف بشوية بشوية الفرينة ونلمد العجينة متاعي. هذوما هما المكونات متاع العجين المورق اللي باش نعملوها اليوم في ميزون. حاجة سهلة برشا، واستعملت معاكم زوز وصفات وتشوفوهم تباعا في الفيديو للمالح ولا للحلو. حاجة روعة ومعناها فريمون بنين برشا ومورق تو تشوفوا مع أمولة. دونك نعجن العجينة متاعي هوني بالباهي. نعاود نقول الماء لازم يكون دافي. انا استعملت 350 غرام فرينه. نخليها هوني ترتاح شويه العجينه نتاعي، ومن بعد نحلها بطبيعه الحال هوني بالغلو نتاعي هذاك. نحل بالباهي بالباهي على الوجق. ما تخافوش منها، العجينه ما شاء الله يعني روعه. حبيت نبارطاجيها معاكم من غير زبده ومن غير زبده التوريق. خذيت هوني مغرفتين كبار انشاء، وخذيت هوني تقريبا 30 مليلتر زيت نباتي. خلطتهم بالباهي حتى لين يوليو كريمه. وهوني بطبيعه الحال حطيتهم على معناها العجينه اللي حليتها بالباهي بالباهي يعني نحلوها الماكسيموم على الوجق نتاعنا كيما قاعدين هكا. ندهن بالباهي بالباهي ومن بعد نبدا معناها نعمل هكا العجينه نتاعي. معناها نعمل هكا نثني العجينه نتاعي وكيما معناها موضح في الفيديو. ناخذ هوني نبدا نقص بشويه بشويه، تحبوهم كبار ولا صغار كيف ما تحبوا. انا قصيتهم بالشكل هذايا. هاولي ديجا ظاهر التوريق من غير حتى يعني مجهود نقولوا احنا. هذه غسيت سهله برشا كيما قلت لكم للمالح ولا حلو. وانا كيما حضرتها حبيت نبارطاجي معاكم زوز وصفات تعطيكم هيك فكره. بالنسبه لاول وصفه باش نعملها انا حلوه، خذيت هوني معناها شويه لوز معهم شويه جلجلين مرحيين، وضفت لهم حليب مركز يعني لي كونسونطري سكري، ومغرفه ماء زهر. عملت العجينه نتاعي وحطيت هوني وقاعده هيك نشكل في الكعيبات نتاعي بالطريقه اللي قاعدين تشوفوا فيها. من بعد الشكل مش مهم، المهم العجينه معاكم، لكن هاكا شكل مختلف نبارطاجيه معاكم. هذه الكعيبات عملتهم انا ماني سكري. وبالنسبه للكعبات هوني المالحين طيبت يعني كعبه بطاطا، وحطيت هوني شويه بصل فروماج، وفوحت بطبيعه الحال معدنوس. فوحت هوني شويه معناها كركم وشويه تبلو كرويه. تنجموا نتوما زيد تعملوا بالطن كيف ما تحبوا. دونك نفس الطريقه زيد كيف للسكري ولا السالي. باش نكمل الطبق نتاعي ما شاء الله يعني عجينه ولا اروع. ما نستحقوش لا للزبده ولا زبده التوريق ولا اباري ولا حتى شيء، يعني حتى طريقه سهله ويجيكم يعني مورق ما شاء الله خير وبركه وسهله ومش مكلفه وفي متناول الناس الكل كيما ديما تطلبوا لي وديما استانستوا في وصفاتي. حاجه سهله ومتناول الناس الكل وكنا نجموا يعني نعملوها. دونك هوني عملت الطبايق نتاعي. خذيت هوني اصفر عظمه، وبطبيعه الحال باش ندهن الكعيبات نتاعي الفور 180 درجه باش ندخلهم يعني بعد شويه. هذوما الكعيبات معناها السكري والصالي زيد كيف كيف. بالنسبه للصالي سامحوني حطيت هوني معناها السينوج هكا من فوق. سينو تنجموا تحطوا زاده البذور الشيه بذور الكتان. وبالنسبه هوني للكعيبات السكري حطيت هوني هكا معناها السيزام جلجلين والكل هذاك الابيض حطيت هكا من فوق. سي بارتي هوني للفور كما قلت لكم تقريبا 25 دقيقه 180 درجه. الكعيبات نتاعنا هوني يحضروا ما شاء الله كما تشوفوا. ما نحكي لكمش قداش بنين وقداش العجينه ناجحه 100%. نستنى نتوما زاده تجربوها بطلب منكم بطبيعه الحال. حبيتوا نعمل يعني عجين مورق ساهل ومن غير يعني زبده. دونك هوني عندي شويه شحور. حبيت الكعيبات هيك السكري نعملهم هيك بشويه سيرو من فوق، مش حاجه ضروريه لكن هيك هما سخان من الفور. حبيت هيك نعملهم هيك من فوق شويه معناها بالشحور اللي عندي. يعني هذوما عملتهم يعني كما شفتوا باللوز والجلجلين، والاخرين يعني سكري معناها ملحين يعني هيك بطريقه سهله. هاو قدامكم حليت ما نحكي لكمش هشوشه على الاخر البات وما شاء الله. يعني تنجموا تحضروها في وقتها وتحضروا بطبيعه الحال معناها ديك كرواسون. تنجموا تحضروا حاجات سكري كما انا عطيتكم هيك ليدي. هي افكار نبارطاجيها معاكم. المهم ديما نجح العجينه وما شاء الله تجيكم مورقه خير وبركه ان شاء الله. يا ربي يفيدكم الناس الكل. هاي الريزولتا قدامكم مع
أمولة، نتيجة ولا أروع. إن شاء الله أنتم زادة تجربوها. نحبكم برشا الناس الكل، شجعوني برشا على قناتي على اليوتيوب في انتظار وصفات أخرين. لايك وبارتاج مهمين برشا يا جماعة، باش هيك الناس تعرف القناة اللي ما يعرفوهاش. وصفات سهلة واقتصادية وفي متناول الناس الكل بشهادتكم انتوما. وميرسي للناس اللي قاعدة تبارتاجي في القناة وعلى الفيسبوك، زادة توصلني برشا تعليقات حلوة، على انستغرام كيف كيف. شكرا على الفيديوهات وعلى التصاور اللي وصلوني. بالنسبة للناس اللي عندها انستغرام والناس اللي ما عندهاش مش مشكل، المهم تكتبوا تعليق هيك تشجعوني بيه. نحبكم برشا الناس الكل، ما تنساوش ديما تشجيعاتكم المتواصلة. الريزولتا ولا أروع قدامكم، نتيجة روعة، جربوها. العجين المورق ولا البات فيوتي في ميزون من غير زبدة وبطريقة جديدة وسهلة مع أمولة. نحبكم برشا، في أمان الله. ما تنساوش لايك وبارتاج. ربي يفضلكم الناس الكل، وشكرا برشا على محبتكم. في أمان الله.